متقي. السلام عليكم، وحشتوني جدا. طمنوني عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. كان المفروض اكون معاكم من يومين 3 كده، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. الفيديو اللي انا كنت محضراه لكم ان هو ينزل للاسف باظ، ما نزلش. فقعدت فتره كده على بال ما استوعبت الموقف، لان انا بجد بتعب في الفيديوهات جدا، انتوا عارفين. وحكيت لكم بقى المونتاج والتصوير والقصص دي كلها ان هي بتاخد مني مجهود جامد قوي. فلما حاجه زي كده تحصل اكيد هزعل عليها، فاخدت كده يومين كده مقموصه شويه، وبعد كده قلت لا، انا مش هحط بقى ايدي على خدي وافضل ازعل كتير يعني. اللي راح يتعوض ان شاء الله. تعالوا بقى اول حاجه نبدا بيها نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا نسمي بالله ونبدا الفيديو. اول حاجه كده حبيت ابدا لكم الفيديو بيها هي صلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل دي بجد من أهم الصلوات اللي ممكن تصلوها. هتحس فيها بهدوء وراحة وسكينة، وتحس ان انتي قريبة جدا من ربنا. واي دعوة بقى نفسك تدعيها ادعيها لربنا في الوقت ده. ماما حبيبتي ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي، قالت لي حاجة، قالت لي ان ربنا بينزل من السماء السبعة بيقول هل من داعي استجب له، في الوقت ده تحديدا، في الوقت المتأخر ده. ليه بقى؟ لان الناس بتبقى في الوقت ده نايمة، فكوني ان انتي تقومي من نومك او تقومي عامه، حتى لو مش نايمه مغمضه عينيكي بس انتي تعبانه طول اليوم، فقمتي وتوضيتي وصليتي، فدي حاجه كبيره عند ربنا. علشان كده ربنا بيكون معانا في الوقت ده وبيبقى سامعنا، وعلى طول في كل وقت بيكون سامعنا طبعا. بس احساس غريب جدا، تحسي بجد ان في راحه نفسيه رهيبه وانتي بتصلي صلاه قيام الليل. فصلوها وما تنسونيش بقى من دعائكم. انا روتيني معاكم النهارده بادئ من بالليل، ونمت كده شوية بعد الفجر، وبعدين بقى قمت اشوف ورايا ايه. بدأت بقى في الاكل على طول، والنهاردة ان شاء الله هعمل لهم ورقة لحمة. تعالوا اقول لكم بقى انا بعملها ازاي، وبتطلع معايا بجد تحفة. مش بحط لها خضار كتير، بحط بطاطس وجزر بقطعهم مكعبات كده زي ما انتوا شفتوا، وبصل. البصلة هنا انا همرطها، حطت لها ملح وفلفل اسود ورشة من جوز الطيب، ممكن تستبدليها بكبابة صيني، ورشة من البهارات ال7، ورشة بسيطة من القرفة والجنزبيل. ودعكي كده بقى البصلاية كويس جدا بالتوابل اللي فيها دي، علشان السر في نجاح ورقة اللحمة هي التوابل اللي بتتحط مع البصلة. عاوزة اقول لكم بتخلي ريحة ورقة اللحمة دي في حتة تانية خالص. وكمان هستخدم طماطم ما قطعتهاش صغير، قطعتها قطع كبيرة كده شوية. ومعايا كمان فلفل الوان اللي كنا مجهزينه مع بعض في التفريزات بتاعه رمضان، متقطع جاهز جوليان، وهقول لكم هنحطه في انهي مرحله عشان انا مش عايزاه يتهري معايا. لو وصلتي بقى للدقيقه دي من الفيديو حطي لي لايك وما تنسيش الاشتراك. في حله بقى على النار حطيت معلقه كده من السمنه اللي كنا مسيحينها مع بعض، السمنه البلدي اللي كنا عاملينها من الدهن، فاكرينها؟ عاوزه اقول لكم ان هي بتبقى حلوه جدا في الوصفات اللي زي دي. بشوح بيها اللحمه، بحطها على المحشي، على اي خضار هتعمليه، بتبقى حلوة جدا. المهم اخدت منها معلقة وشوحت كده اللحمة على الجنبين. اهم حاجة ما تقلبيهاش على الجنب التاني بسرعة، يعني سيبيها كده تاخد وقتها على النار، علشان عاوزين مسام اللحمة تقفل، فما تنزلش عصارة المية بتاعتها. لو نزلت المية بتاعتها اللحمة بتنشف، فاحنا محتاجين ان احنا نحافظ على العصارة دي. ازاي؟ اول حاجة بتخلي السمنة سخنة. تاني حاجة لما بتيجي تنزلي اللحمة ما بتنزليهاش فوق بعضيها، يعني حاولي انتي تسيبي مسافة كده ما بين كل لحمة، كل قطعة لحمة والتانية، وما بتحركيهاش على طول، يعني سيبيها تاخد وقتها كده على النار، ممكن 3 4 دقايق، وبعد كده تقلبيها على الوش التاني هتلاقي لونها اتغير كده. تنزلي عليها بالبصل اللي كنا ممرطينه، تديها كده تشويحة مع البصل شوية، وبعد كده طلعيها، طلعي اللحمة كده واحدة واحدة، ونزلي بقى الخضار اديله برضو تشويحة كده شوية. اللحمه هنا كده معايا ما استوتش ولا حاجه، انا بس اديتها صدمه علشان تستوي معايا اسرع، وكمان بيبقى طعمها احلى في الاكل لما بعملها بالطريقه دي الاول. الخضار برضو انا مش هسويه، انا هديله تشويحه. وهقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي. جبت صينيه عندي بطنتها بورق زبده وورق فويل، حطيت الاول ورق الفويل
وعليه ورق الزبدة. المهم انا طلعت له جناحات كده علشان هيتقفل عليه بعد كده كويس. هحط الخضار بقى اللي انا اديته تشويحة مع البصل، وبعد كده بقى هجيب اللحمة احطها تاني في الحلة، وهنزل عليها بمية مغلية بس مش كتير. انا مش محتاجة شوربة كتيرة ان هي تسويلي ورقة اللحمة. ورقة اللحمة مش بتبقى محتاجة شوربة، هي بتنزل شوربتها منها فيها. التقفيلة اللي احنا بنبقى مقفلينها كويس عليها دي كفيلة ان هي تنزل المية اللي موجودة في الخضار، فتسوي الخضار. واللحمة برضو نفس الكلام، هتنزل ميتها وهتستوي. فبما اني انا بقى مش جايبة لحمة ستيك، لان اساس الوصفة دي بتتعمل باللحوم اللي هي بتبقى البتلو، القطعة اللي احنا بنسميها ستيك، انا عاملاها بلحمة عادية. فقلت لا، لازم اتأكد من سواها، مش هدخلها طبعا الفرن كده خالص. فحطيت لها شوية مية هم بس اللي هيسووا اللحمة معايا، وكمان انا حطها في حلة الضغط، فبالنسبة لي الموضوع هيبقى اسهل انها تستوي معايا بسرعة. لو ما عندكيش حلة ضغط، الحلة العادية مفيش مشكلة خالص، بس هتقعد معاكي شوية على النار، وهتضطر انك تزودي لها المية شوية علشان تستوي معاكي. كنت نسيت بقى احط مع الخضار وهو بيتشوح روزماري، فحطيته دلوقتي، مش مشكلة يبقى يدخل بيه الفرن. واللحمة حطيت لها ورق لورا وحبهان كنت طحناهم وحطيتهم. ودلوقتي بقى هعمل الرز بالشعرية لحد ما اللحمة تستوي. حبيت قوي اعمل الرز بالشعرية بالمستكة المرة دي، بيبقى حلو جدا في الوصفة دي. حطيت شوية زيت صغيرين، وحطيت فصين من المستكة يسيحوا كده مع الزيت. ممكن تعملي برضو الرز بزبدة، هيبقى طعمه خطير برضو في الوصفة دي. اول ما حسيت ان فصين المستكة ابتدوا ان هم يسيحوا، نزلت بالشعرية، قلبتها كده لحد ما اخدت لون، ونزلت عليها بالرز المغسول واديته تشويحة. هو كمان انا بحب جدا اقلب الرز مع الشعرية، ما بحبش احط المية وبعد كده احط الرز. بصراحة لما بعمل الخطوة دي بحس ان الرز بتاعي مهما زودت له مية مش بيعجن معايا ابدا، وده بسبب التشويحة اللي انا اديتها له في الزيت. كانت خلاص بقى اللحمة استوت معايا، وابتديت ان انا اخد من شوربتها علشان اسوي الرز. النهاردة حسيت ان انا عاوزة اعمل لهم رز مميز قوي. هو حقيقة فعلا يا بنات الاكل بيبقى نفس يعني، ومزاج. عندك مزاج النهارده تعملي اكل كويس هيطلع معاكي كويس. عايزه تدخلي المطبخ كده تعملي اي حاجه وتطلعي هيطلع كده فعلا، يعني حسب النيه اللي انت بتقدميها. علشان كده بتضايق قوي من حد يجي يقول لي لا، انا بصراحه انا بحس ان وقفه المطبخ وعمايل الاكل او الحلويات صعبه عليا. انا بقى بتضايق قوي من كلمه ما بعرفش، بتضايق قوي من كلمه ما بقدرش. بقول لهم لا، جربوا، ادخلوا بس كده سموا الله الاول، وحطوا كده في دماغكم ان انتوا هتعملوا الحاجه دي بحب. يعني انا بحب الحاجه دي فهعملها، وبحب الناس اللي انا هعمل لهم الحاجه دي، فهقدم احسن ما عندي علشان الحاجه دي تطلع كويسه. وصدقوني مش كل حاجه بتظبط معانا من اول مره، يعني نجرب مره واتنين وتلاته. كلامي بقى للبنوتات الصغيره اللي لسه داخله المطبخ جديد، ما تيأسيش كده لو في مره جيتي عملتي حاجه ولقيتي ان الحاجه دي ما ظبطتش معاكي. جربي تاني وتالت وربع لحد ما الحاجه تظبط معاكي، وهتبقي شطورة ان شاء الله في المطبخ. رصيت بقى اللحمة كده على الخضار بتاعي، وابتديت ان انا احط له شوربة، علشان زي ما قلت لكم اللحمة يعتبر نزلت ميتها، فانا محتاجة الشوربة دي ان هي تسوي لي الخضار بتاعي، وبرده اللحمة تكمل تسويتها. انا بحب اللحمة تستوي قوي، ما بحبش بصراحة استعجل عليها خالص في السوا. حتى لو اللحمة اللي انا جايباها صغيرة برضو بحب ادوس عليها شوية في السوا، ممكن برضو تكون بتاخد وقت ولا حاجة. انا بحب اللحمة تبقى دايبة كده، فبسويها زيادة بصراحة. قفلت كده على ورقة اللحمة كويس جدا بالورق الزبدة، وعليه ورق الألمونيوم. دخلت الفرن على درجة حرارة 180، ونسيبها بقى شوية، يعني ساعة الا ربع كده او حاجة. النهاردة بقى انا كنت حاسة ان انا متأخرة في كل حاجة، يعني انا النهاردة قمت على طول على الاكل. الاول كنت ببدأ بالحلو، وبعد كده بقى بشوف البلح اللي هحضره والعصير. فلقيت نفسي ان انا خلاص كده بقى المغرب قرب يأذن وانا ما عملتش كده. كان في حاجات كتيرة كده في البيت عاوزة تتعمل عملتها، كان ورانا هومورك كتير، فبصراحة ما كانش فيه وقت خالص. يا دوبك انا دخلت عملت الاكل، فقلت لهم ما تزعلوش بقى النهارده. عملت بقى الخشاف، حطيت البلح والخشاف اللي احنا كنا مقطعينه مع بعض من قبل رمضان، كنا مجهزينه. شفتوا بقى يا بنات ان التجهيزات دي نفعتنا. انا بصراحة يعني نفعني جدا، كل حاجة جهزتها معاكم
بستخدمها وبتسهل عليا كتير وبتوفر عليا وقت. جهزت الخشاف وعملت لهم النهارده عصير صوبيا وخلصت من عندي. عاوزه ابقى اعملها بقى، عايزه اقول لكم ان انا بعملها بطريقه تحفه قوي، احلى من الصوبيا اللي بتتباع بودر كده واحنا بنعملها في البيت، اللي هو المشروب السريع الذوبان اللي انا لسه عامله منه دلوقتي. حاجه كده عظمه، هبقى اقول لكم على طريقتها ان شاء الله. غرفت بقى يا بنات الرز ده خلاص، انا قلت لكم ما كانش عندي وقت خالص، المغرب كان هيأذن. عاوزه اقول لكم الوقت اللي هو بيبقى قبل اذان المغرب بحاجات بسيطه ده وانا واقفه بصور، بحس ان انا بجري كده بجد حوالين نفسي علشان الحق اخلص بسرعه. والتصوير بصراحه مش بيبقى مخليني انجز اكتر حاجه، يعني بيبقى معطلني شويتين، ظبط بقى زاويه وكاميرا والكلام ده. حاسه ان انا بكون في صراع بصراحه، وولادي وجوزي كمان بيوتروني اكتر. يجوا بقى في الوقت ده وشايفيني بقى انا بصور خلاص وانا بفنش كده، هنفطر النهارده العشاء، مش هنفطر على المغرب، انتي بتصوري يا ماما، شكلنا النهارده مش هنفطر. فعارفين انتوا اللي هو بيأنبوا لي ضميري كده ويخلوني كمان اتوتر، يعني ما توترونيش يا جماعه، انا هخلص لكم والله بس ادوني فرصتي. فوصوهم عليا كده يا جماعه في كومنت كده ولا حاجه، مش هيبقى هما واليوتيوب عليا، يعني كفايه بقى حد واحد بجد كده عشان انا تعبت جدا بصراحه. وانا هشكلكوا برضو واحكيلكوا دلوقتي اليوتيوب عامل معايا ايه، بس هقولكوا الاول الفطار خلاص جهز معانا. تعالوا نقدمه كده الاول. بصوا شايفين بقى ورقه اللحمه طالعه معايا، والله يا بنات كل حاجه فيها دايبه، حتى البصل كان اخد كرمله كده لما شوحناه مع اللحمه والخضار بالمرته بقى اللي احنا كنا عاملينها دي، بجد كان طعمه تحفه وكان محلي الاكل قوي. وسوى الخضار مظبوط جدا. انا كنت خايفه بصراحه ما يستويش لان انا ما سويتهوش على النار الاول فوق، انا دخلته الفرن. وشويه الشوربه اللي انا كنت حطاهم مع ورقه اللحمه برضو ما كانوش كتير، بس الحمد لله بجد كان مستوي وطعمه خطير بجد. حطيت لهم كده من مخلل الليمون اللي كنت عاملاه، ما فيش وقت بقى اعمل سلطه ولا اي حاجه خالص. كان عندي شويه صغيرين كده من السلطه بتوع امبارح، بس هم مش بيحبوا ياكلوا سلطه بايته. ففي الحاله دي بعمل ايه بقى؟ باكلها انا باكلها انا عشان ما تترميش. انا يا جماعه ما بحبش ارمي حاجه، بحس لا بجد حرام يعني. طلعت بقى العصير من التلاجة خلاص، زمانهم سقعوا شويه لان انا كنت لسه حطاهم من ما فيش، فدخلتهم التلاجة كده بسرعه، قلت يلحقوا يسقعوا كده قبل الاذان. صبيت الصوبيا والخشاف، وده كان فطارنا النهارده الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى يا بنات، انتوا هتبداوا تنظيفات امتى؟ يعني على نص الشهر كده ان شاء الله، ولا هيبقى في الاواخر خالص؟ انا حاسه ان انسب وقت اليومين الجايين دول اللي في الاواخر خالص، دول بنبقى مضغوطين فيهم شويه. وقولوا لي برضو انتوا هتعملوا ايه، يعني انا حابه اخد رايكم برضو في الموضوع ده. انا المطبخ عندي بصراحه محتاج عمره، وده اول حاجه هبدا بيها في التنظيفات، يعني من قبل رمضان وعملنا بقى التنظيفات بتاعه الشقه وكده. هو بصراحه نظفته التنظيفات العاديه خالص اللي بتتنضف، يعني ما رضيتش اعمل تنظيفات عميقه. قلت اصلا احنا في رمضان حلويات ومحمرات ومشمرات والكلام ده، فهيتبهدل تاني. فكنت ركناه بصراحه كده، قلت في اواخر رمضان ان شاء الله ابقى اعمله مع التنظيفات اللي هنضفها للعيد، وهبدا بيه هو اول حاجه. هي وجهة نظر صح ان انا خليته في الاخر كده، بس لا انا حاسه ان انا مستعجله وعايزه اعمله بصراحه اليومين دول، يعني عايزه ابدا فيه اليومين دول، مش لسه هستنى لاخر الشهر. فانتوا قولوا لي رايكم برضو هتبداوا امتى علشان نشجع بعض كده. هقول لكم برضو كده على افكار بسيطه نجدد بيها المطبخ، بحيث ان احنا بقى ندخل على العيد بتجديدات بسيطه كده وتبقى خفيفه برضو علينا. جوزي كان جايب لنا الحلويات دي من عند فتوح، انا بصراحه بحب حاجته جدا، وتقريبا كده يعني كل حاجه بقيت اجيبها من عنده اصلا، من اول اللبن للزبادي، ايس كريم، حلويات، حاجته كلها بجد ما شاء الله عليه ولا غلطه. وفي نفس الوقت كمان اسعاره بالنسبه لي كويسه جدا، احسن من ناس كتيره بنفس الجوده. فارتحت بقى النهارده، اخدت اجازه كده ان انا اعمل حلويات. حلو برضو احساس ان انتي تاكلي حاجه جاهزه كده من غير ما تقفي وتعملي والكلام ده، بس برضو لا سبحان الله الحاجه برضو لما بتعمليها بايدك بتبقى حاجه تانية. ما تقلقوش انا ثابته على مبدئي. خلاص بقى اكلت وحليت، يلا كفايه بقى انتخى اكتر من كده مش هينفع. نقوم بقى نشوف المواعين اللي ورانا دي.
بحب انا اشيل بقى بواقي الاكل واظبط الاطباق تبقى على الغسيل، بس بحب ارص الحاجه كده عليا، بحس ان انا بسهل على نفسي اكتر يعني. واخيرا هتكلم الكلام اللي واقف في زوري كده وحاسه ان انا مش قادره ابلع ريقي بسبب الكلمتين اللي محشورين دول. اترددت كتير بصراحه اتكلم في الموضوع ده ولا لا، بس خلاص اخدت القرار وفكيت الحصار عن نفسي وهتكلم. انا بعتبركم ان انتوا اخواتي، واعتبروني برضو دلوقتي ان انا بحكي لكم الكلام ده عشان عاوزه رايكم. الناس اللي متابعاني من بدري عارفه ان انا كان بقالي فتره طويله جدا ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب، وكنت بطلع بس اطمنكم على المنتدى ان انا تمام وبخير، بس شويه ظروف كده كانت عندي، والحمد لله لما ابتديت ان انا اقف على رجلي تاني طلعت لكم على طول وقلت لكم ان شاء الله هكون معاكم بشكل مستمر، وكمان هجدد بقى من القناه تبقى الروتينات مش طبخ وحلويات بس زي ما انتم متعودين. ناس كتيره جدا شجعتني ورحبت بالفكره، وفعلا ابتديت. وانا عارفه ان المشوار بالنسبه لي هيكون صعب جدا، لان الفتره اللي انا فصلت فيها ما كانتش فتره قليله ابدا، فالفتره دي وقعت خوارزميات القناه بطريقه صعبه جدا 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 يعني. فلما ابتديت بقى لقيت ان انا ببتدي يعتبر من اول وجديد، يمكن كمان من اول وجديد اليوتيوب بيدعم، اللي هو انتي قناة جديدة فاحنا يلا هنطلعك هنقترحك. لا انا ابتديت من الاول وجديد بس من غير اي دعم ولا من اليوتيوب ولا من اي حاجة خالص. فانا طبعا عارفة الكلام ده وعارفة ان انا هواجه النقطة دي، وكنت مستعدة لها ان انا ابقى مستمرة معاكم، يعني يكون في استمرارية معايا، علشان اول حاجة اثبت لليوتيوب لان انا جد المرة دي مش داخلة اهزر ولا حاجة. انا هقدر الجمهور اللي بيتابعني وهقدر الناس اللي بتحبني وهكون موجودة معاهم باستمرار. ولما لقيت كمان ان في ناس داعمين ليا وحقيقي فعلا بيحبوني، وعايزه اقول لكم ان الكلام كده اللي بيتكتب والله يا جماعه ده بيمس قلبي، لما حد يجي يقول لي انتي احنا بقينا بنحب فيديوهاتك وبنستناها وان فيديوهاتك مميزه واحنا بنعتبرك حد من عيلتنا واختنا وكل الكلام الجميل ده بيديني دافع، وفي عز احباطي انا بتشجع بالكلام ده وبتشجع بيكم. طيب انتي مشكلتك ايه يعني يا دينا في الاخر بعد كل المقدمات دي كلها؟ انا بس عايزه افهمكم الاول الدنيا معايا كانت ماشيه ازاي، يعني للي ما يعرفش معلش انا حاسه ان انا رغيت كتير. انا مشكلتي يا بنات ان اليوتيوب ما بيقترحش قناتي ابدا ابدا. عارفين كلمه ابدا دي حطوا تحتها 100,000 خط. انا دلوقتي اعتمادي الكلي على المشتركين اللي موجودين معايا من الاساس، وقلت لكم السبب ليه هو بيعمل معايا كده. هو شايف ان انا قناة مقصرة في شغلي، فانا مش هديكي حق، مش حقك يعني، مش هديكي اكتر من حقك. حاولت اثبت عكس كده بس خلاص يعني هما كانوا خدوا القرار في قناتي، بس انا برضو ما فقدتش الامل. يعني انا دلوقتي يمكن الاول لما بدأت تاني من جديد كان كل طموحي ان انا اكبر، ان قناتي تكبر مشتركين. لا انا دلوقتي كل طموحي بس ان انا اتشاف. في ناس مش بيوصل لها اشعار اصلا، في ناس بتبقى مشتركة بالفعل في القناة ومش بيجي لها اشعار ان انا نزلت اي فيديو، فدي في حد ذاتها كارثة. انا بنزل الفيديو وما بيتشافش حتى من المشتركين، فدي يعني فوق الكارثة بمراحل. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا بتعب جدا على محتوية، بسهر علشان خاطر امنتج فيديو، علشان خاطر اسجل صوت، مش عايزه اسجل والبنات صاحيين هيعملوا دوشه طبعا وهيأثر الكلام دون في الصوت بتاع الفيديو هيطلع، غير ان انا كمان يعني بعمل مجهود ذهني علشان خاطر اقدر اتكلم معاكم، ومش هعرف اعمل كده وفي دوشه طبعا جنب مني، غير ان انا بقف طول اليوم اصور. فدلوقتي انا عندي احباط شديد مسيطر عليا. انا بس كل اللي طالباه منكم ان اي حد فعلا بيتابعني وشايف ان هو بيستفيد من قناتي يسيب لي كومنت كده علشان اقدر بس اوازي الامور واحس ان انا ماشيه صح. هكمل عشانكم يعني، لو 3 4 بس بيتابعوني كده باستمرار وحابين قناتي بجد انا هكمل عشانكم. فربنا كده يلهمني الالهام والصواب ان شاء الله. والقرار الاخير بعد استخاره ربنا، ودي اخر حاجه بقى خلاص انا هوصل لها، دعواتكم معايا. اشوفكم على خير، مع السلامه.